مشاهدينا ومشاهدي قناة نايل سينما في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم السينما مصرية. في فترة من الفترات تم تدشين مؤسسة دعم السينما عام 1957 من قبل الدولة لتقديم أعمال سينمائية جادة ومهمة، وبالفعل هذه المؤسسة اللي تحول اسمها إلى المؤسسة المصرية العامة للسينما عام 1958 قدمت ما يزيد عن 159 فيلم. من ضمن ال 159 فيلم أفلام أخذت مراتب مهمة في قائمة أفضل 100 فيلم أنتجت للسينما المصرية. المؤسسة دي نظر إليها باعتبارها أنها مؤسسة للقطاع العام، والحقيقة أن في بعض الناس أيدوا هذه التجربة لأنها بتضخ شريان مهم وبتضخ دماء جديدة وبتضخ أفكار وقضايا سينمائية، بالإضافة إلى الدعم وبالإضافة إلى وجود الدولة في ظهر الكيان السينمائي والإنتاج السينمائي. هل من الممكن أن احنا نقوم بإحياء هذه التجربة مرة أخرى، خصيصا أنها توقفت عام 1971 وبعد هذه الفترة كانت في محاولات فردية جادة من السينمائيين وفي أفلام كتيرة مهمة، ولكن في الوقت الآني من يتحكم في النصاب السينمائي؟ من يتحكم في عجلة الإنتاج السينمائي؟ هل كل الأفلام اللي بتقدم على مستوى فردي مش في كيانات سينمائية كبيرة تستحق أنها تبقى موجودة على شاشات العرض؟ هل ممكن الدولة تعاود الوجود وبقوة على الساحة السينمائية لإنتاج أفلام سينمائية جادة تنافس أفلام حول العالم؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. هنفرد الحديث عن مؤسسة دعم السينما، وهل يمكن إعادة هذه التجربة مرة أخرى ولا لا؟ خليكم معنا. بداية علاقة الدولة بالإنتاج السينمائي. تظل علاقة الدولة بالإنتاج السينمائي مثاراً للجدل طوال الوقت، منذ أن بدأ مع إنشاء استوديو